اتقل تاخد حاجة نظيفة في لقاء عنوانه شركة السولية للأسيستات. عمرو السولية هو اللقاء بمعنى الكلمة. لو حد ركز شوف أغلب الأسيستات اللي اتلعبت للأهلي هتلاقي عمرو السولية عامل مشترك. الصبر مفتاح الفرج. تقلنا على اللقاء وتقلنا على إنبي عشان نقدر نفوز في الشوط الثاني. قبل أي حاجة خليك أهلاوي أصيل، اعمل اشتراك ولايك، خلي الفيديو ينطلق. الأهلي بيفوز على إنبي بهدفين مقابل لا شيء. شوط اول مش وحش من الاهلي، لكن شوط متكافئ وفي قوه ونديه وشراسه من انبي. الاهلي راح وحاول وضيع يعتبر فرصه محمد شريف كانت خطره، لكن الشوط الاول كان يبين ان الاهلي مش عارف يسيطر على اللقاء، كأن انبي ده يعني زي ايه، اسد مش عارف تروضه. فكرني بماتشات الاهلي وانبي بتاعت زمان بتاعت مانويل جوزيه. لكن في الشوط الثاني الاهلي قدر ان هو يخلص اللقاء تماما، نتيجه كذا حاجه، نتيجه ان كمان انبي تعب، مش قادر يلعب اللعب اللي بيلعبوه في الشوط الاول. اللياقه البدنيه بتاعت انبي ما اسعفتوش. الصبر بتاع الاهلي ما استعجلش وما تسربعش، تقل لحد ما انبي همد وقدر الاهلي ان هو يخلص المباراه ويفك طلاسم انبي اللي اتفكت بحاجتين. اتفكت بعمرو السوليه واسيستاته الروعه اللي عمل كذا اسيست الاهلي ما استفادش منهم، وكمان مهاره محمد مجدي قفشه. وتعالى بقى لقفشه كده ونتكلم. ايوه كده يا قفشه، هو ده يا حبيبي اللي احنا منتظرينه منك. اعقل كده، اديك لما عقلت هتتشال جوه القلب كده، تاخد قلوبنا وتاخد عيوننا. لان محمد مجدي قفشه كان ذكي جدا ان هو قلع التيشيرت وحطه فوق راسه. خلاص كده بيقول للجمهور لا معلش، الاهلي فوق راسي، الاهلي فوق راسي، انا غلطان، انا محقوق لكم، انا عقلت وهديت. تاني حاجه عايزين نقولها ان هو برضو عمل اللقطه ديت بعد ما جاب جون، يعني عشان برضو هو مستني ان الفكره تبقى الدنيا حلوه ومتصالحه على بعضيها فالجمهور يقدر ان هو يسامحه. لكن قفشه اتعملت له تمريره من السوليه دواء، يعني بلسم اداها له. بس بص بقى الفرق بين قفشه وبين شريف، ده مهاجم وده بلاي ميكر. لا قفشه عنده حته طبعا اعلى بكتير من شريف، رقص الجون وحطها جون 10/10، مهاره عاليه جدا سواء من السوليه في التمرير او من قفشه في ان هو يقدر ان هو يعمل الترقيصه. بس برافو 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 مارسيل كولر. ليه هو ما نزلش هو اللي رقص، بس مارسيل كولر اتعامل في ازمه قفشه بهدوء. والكرة يا جماعة مش بس في الملعب، الكرة برضو النفسية يعني بتفرق. شوف حتى قفشة بعد ما جاب الجون عمل ايه، خلاص راق، حمل واتشال من على قلبه، وبدأ قفشة واحد تاني خالص، اسيستات وعمات حاجات يعني بيلعبوا. رجع قفشة بتاع زمان. ليه؟ لانه كل الوقت ده قفشة عمال يفكر عايز اجيب جون، عايز اجيب جون، عايز اجيب جون عشان اعمل ايه، عشان اصالح الجمهور، عايز اجيب جون عشان اصالح الجمهور، عايز اجيب جون عشان اعمل اللقطة اللي هو عاوز يعملها ديت. فبالتالي اللعيب ارتاح وهدي. طب مارسيل كولر بقى لو كان قرص على قفشه، لو كان ايقاف لقفشه ويلعب مثلا برونو سافيو مكانه على طول وخلاص قفشه خرج من حساباتي بعد ما لوى بوزو وبعد ما لعب ضربه الجزاء ومش عارف، لا بص بقى هنا يعني هدوء كولر هو السبب في اللي احنا شفناه دلوقتي. الاهلي حسينا ان في ازمه بعد الماتش بتاع قفشه لما شاط الكوره وطلع كولر وقال في المؤتمر الصحفي وكده. لكن زي ما لومنا على كولر ان هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال كده، لازم نشيد بكولر ان هو اتعامل بهدوء سويسري وببرود سويسري. لا عادي، هو في غرامه عشان طلع يتكلم عشان خاطر حط الحاجه بتاعت السوشيال ميديا اللي هي قفشه حطها ديت. طب اوكي، دي حاجه ملهاش علاقه بالملعب. يعني ايه يفضل يلعب؟ لو تلاحظوا قفشه بقى يلعب اكتر من برونو سافيو. قفشه بقى يلعب اكتر من برونو سافيو، صبر عليه وتقل عليه وهدي طمن قفشه. واضح كده ان قفشه من النوع اللي هو بيتاثر لما مكانه بيتاخد، او بيتاثر لما بيحس ان هو مش في الصوره. فهو الراجل يعني يمكن فطن الموضوع دوت، ولا يا ابني احنا واثقين فيك يا ابني، انت بديل استراتيجي، مش معنى انا بنزلك في الشوط الثاني يبقى انت مش في دماغي، لا. فبدا قفشه لما حس ان هو اساسي ورجع تاني لعقله فخلاص ارتاح وهدي وكده، الموضوع بتاع قفشه انتهى. لكن الفضل يرجع لكولر زي ما هاجمه كولر. لا احنا بنقول الاهلي ما شاء الله، لا المدرب حلوه النقطه دي فيه، حلوه النقطه دي فيه. اللي هيقول لك بقى اصل اوضه اللبس ومش اوضه اللبس وفرقت من فين بقى اوضه اللبس اللي فرقت من الاهلي؟ ما هو ده قفشه اللي حصلت مع المشكله، هو ده قفشه، هو ده عمرو السوليه اللي قلته. عمرو السوليه طلع مقير ومش عارف، عمرو السوليه قائد. وبص النهارده عمرو السوليه ما شاء الله، الله اكبر على عمرو السوليه. عمرو السوليه يا جماعه احسن خط وسط في مصر، احسن خط وسط في مصر. لو عمرو السوليه فضل مستواه ثابت وربنا يحميه من الاصابات، عمرو السوليه احسن خط وسط في مصر، احسن 8 في مصر، بيقدر يعمل اسيستات. انا كده معايا 2 صناع العاب، معايا قفشه ومعايا عمرو السوليه. بص قفشه عمرو السوليه عامل الاسيست بتاع قفشه، وعمرو السوليه
هو اللي لعب الكره لاليو ديانج، وهو اللي عمل الضغط بتاع شريف بتاعت اول ماتش اللي شريف ضيعها، وهو اللي عمل اسيست تاني برضو لحسين الشحات وما عرفش يستفاد منه، او اللي حطها في الجون والجون طلعها، وعمل كذا اسيست تاني في كذا كوره. يعني الماتش كله اسيستات لعمرو السولية. الشوط الاول الاهلي ما كانش واضح فيه ان هو يعني مسيطر او حاجه، واللقاء كان رايح جاي، وفي ماتش مرهق، ماتش قوي قوي بدنيا. وخلي بالك لعيبه الاهلي فعلا مرهقه، لان هي لسه لعبه يوم الاثنين اللي فات، فبالتالي الماتش كان صعب جدا وكان مرهق. يعني زي ما بنقعد دايما نتكلم على التحكيم ونقول عليه، لكن النهارده البنا كويس ان هو ما حسبش ضربه الجزاء بتاعه ياسر ابراهيم. ليه بقول كويس؟ لان لو كان حسبها، طب ما هي بقى بتاعه بيراميدز كانت ضربه جزاء. يعني زي ما تعمل لي بقى هتكيل بمكيالين، لا وحد بقى المعيار بتاعه احمد سامي تبقى ضربه جزاء، يبقى بتاعه ياسر ابراهيم ضربه جزاء. لكن ما حسبتليش بتاعه احمد سامي، خلاص ما تحسبيش. هتقول لي مش البنا اللي كان بيحكم، ده كان حكم اجنبي ماليش فيه بقى. هو التحكيم بقى ايه؟ ما هو مش دايما بيجي علينا احنا ويبقى هو الصح، وما تيجي حاجات تبقى في مصلحتنا يقول لك لا. فما حسبش اول حاجه بتاعه ضربه الجزاء، لكن كانت في كوره كده في تدخل قوي على عمرو السولية. اتصور التدخل القوي ده اللعيب مش لاعب على الكوره تماما، ورجليه كانت مرفوعه، فبالتالي اتصور ان هو اللعيب كان لازم يطرد يعني. في حاجه تانية برضو، ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر على ياسر ابراهيم، ممتاز اداء ممتاز. ياسر بيأدي الفتره اللي فاتت دي كويس جدا. محمد هاني برضو الله اكبر عليه، اداؤه ممتاز. الظاهر ان هما الاثنين يعني ايه، يعني بيسمعوا كلمه كاس العالم للانديه بيحصل لهم استنفار لجهودهم، ربنا يحميهم من الاصابات يا رب ان شاء الله. في كوره كده كان حصل، يعني زي محمد هاني غار كده ان عمرو السولية اللعيب ضربه من انبي، فجاء محمد هاني من اليمين لحد الشمال، او يعني عشان خاطر يزق الواد اللي عمل اصابه لعمرو السولية. طبعا اللعيبه بقت خايفه بعد اصابات الكتيره اللي جت في الاهلي، فدي حته برضو خد بالك، يعني الجمهور ياخد باله منها، قلب محمد هاني على عمرو السولية الكابتن بتاعه او على اللعيب زميله، فدي برضو حاجه حلوه من هاني. ما بقولش حلو ان هو اتخانق، لكن حلو ان هو عنده قلب. لكن بلال علام عامل زي الحنوتي، اول ما اللعيبه اتخانقت مع بعضهم لا اله الا الله، ايه يا عم في ايه؟ ماشي لا اله الا الله، كلنا بنقول لا اله الا الله، بس يعني اسلوبه يعني كانه يعني مثلا اللعيبه دي سمعاه في التلفزيون وهو عارفهم وعارفينه، فبيقول لهم لا اله الا الله. هو عموما انا ما برتاحش لبلال احمد علام، يعني اسلوبه ما بيعجبنيش، بعيدا عن حته بقى ان هو اصلا يعني بيفخم في الزمالك لما بيعلق، هو ساعات بيفخم في الاهلي، بس تحس يعني بنحسها من ورا قلبه، ما تعرفش ليه. بس اللي كمان تلاحظوا في الاهلي ان الخطوره دايما بتيجي من حسين الشحات في الشوط الاول. يعني الخطوره من حسين الشحات كانت واضحه جدا جدا في الشوط الاول، وده كويس. يعني احنا عاوزين الشحات يرجع لمستواه، وشايفين ان هو يعني الفتره دي كويس، وان شاء الله يكمل زي ما هو كده. دكه البودة بتاعت الاهلي كانت فاضيه، يعني ما فيش حد على الدكه غير شادي حسين وبرونو سافيو، بس هم دول اللي ممكن تقول عليهم. لكن مصطفى سعد ميسي هو شارك طبعا ما يلحقش يعمل اي حاجه، بس كان لسه اول مره. رأفت خليل يعني ما فيش حد ممكن تقدر تقول عليه ان هو يقدر ينزل يعمل الفارق. الشوط الثاني بقى الاهلي بعد ما تقل وهدي وصبر، خلاص انبي تفكك وبدات دفاعاته تبقى مكشوفه اكتر يعني، واللعيبه تعبت، لان مش هتعرف تعمل ضغط على الاهلي طول الوقت، ومش هتقدر تلعب وتجاري الاهلي طول الوقت، والماتش كان سريع ورايح جاي. لو احنا عندنا اتنين بمهاره احمد عبد القادر، يعني احمد عبد القادر ومعانا اتنين كمان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده كانت تبقى هيصه، دي كانت تبقى هيصه. يعني احمد عبد القادر لما بيفوق، وهو كمان بيعمل الجبهه بتاعت علي معلول، واللعبه اللي بينهم تفاهم، اللعبه الطويله دي اللي علي بيلعبها له على الخط وهو يروح ويكمل ويرقص، بتبقى خطيره. تخيل لو عندك احمد عبد القادر على اليمين، واحمد عبد القادر على الشمال، واحمد عبد القادر بلاي ميكر، ثلاثه احمد عبد القادر، كنت عملت يعني قدام شغل يعني ثلاث ورقات. لكن ربنا يحميه من الاصابات برضو، كلنا بقينا نخاف دلوقتي من حكايه الاصابات. احمد عبد القادر كان عامل شوط تاني مميز جدا جدا جدا. قفشه برضو الشوط الثاني، خصوصا بعد ما جاب الجون، خلاص بقى عامل زي عارفين القط الاحمر، بيجري في كل حته كده، دبور، عامل زي الدبور، بيجري في كل حته ما شاء الله، ونشيط ونحله، يدي هنا ويدي هنا ويعمل بينات هنا ما شاء الله. يعني لو الاهلي يفضل مثبت مستواه ومحافظ على مستواه، وبرضه احنا محتاجين تدوير، لان احنا يعني ضغط الماتشات علينا جامد جدا جدا جدا. الاهلي تفنن في اضاعه الفرص في الشوط الثاني، الحقيقه الاهلي جات له فرص كتير، ولاعيبه بدات تحس ان هي في سنه استهتار. يعني حسين الشحات كان ممكن يخلص في كذا حاجه، يعني احمد عبد القادر كان ممكن
ممكن يخلص في كذا حاجه. قفشه جات له واحده بس حطها حلو صراحه، احمد عبد القادر لعبها له ارضيه لورا وحطها، بس عليت من فوق العارضه يعني شويه كده. لكن طبعا زي ما بقول لكم قفشه بعد ما جاب الجون وارتاح خلاص راق بقى، والاهلي اتغير تماما، والاهلي بقى غير. ليه الاهلي بقى غير؟ لان عندك بقى احمد عبد القادر فايق، بقى قفشه فايق، وحسين الشحات اصلا فايق، وعمرو السوليه فايق، واليو ديانج فايق، وعلي معلول فايق، ومحمد هاني فايق، ومحمود متولي وياسر ابراهيم حلوين وفايقين ما شاء الله. فبدا ان الفرقه كلها فايقه باستثناء ممكن محمد شريف هو اللي مش في مستواه او مش زيهم. فالاهلي كله كان اداؤه في الشوط الثاني حلو جدا، ولعب ماتش حلو جدا جدا جدا. طبعا يعني انا شايف ان السوليه المفروض ياخد مان اوف ذا ماتش، وما ادوها لاليو ديانج يمكن عشان الجون اللي جابه، لكن السوليه كان يعني ما شاء الله عليه. لكن اليو ديانج كرة برضو اللي جابها جون اللي اداها له عمرو السوليه، ومشي اليو ديانج زي السكينه في الزبده، الله اكبر، زي السكينه في الحلاوه. وسع يا جدع انت وهو، وسع وماشي اليو ديانج وبايه بيوسع كده، دايس يمين وشمال، اوعى انت اوعى انت اوعى انت، وحطها في الجون قويه جدا ما شاء الله. هدف كبير جدا، عالمي، هدف عالمي. انا اليو دانج بيفكرني بلعيب كان بيلعب في برشلونه اسمه يايا توريه، طبعا الناس عارفين اللي هو يحيى توريه. يحيى توريه كان ما شاء الله قوي بدنيا، عنده بادي بالانس هايل، توازن ما بيقعش كتير يعني، بيلف يمين وبيلف شمال وبينطلق بالكرة كده ويرقص واحد والتاني ورجليه جامده شويه. هو اليو ديانج بالظبط بيفكرني بيايا توريه، بس طبعا يايا توريه كان احرف وكان اقوى في التصويب. اليو ديانج مشكلته ان هو رجليه على المرمى مش مظبوطه قوي، بيجيب اجوان وكل حاجه، بس رجليه على المرمى مش مظبوطه. اليو ديانج ده لو كان حريف شويه، يعني لو كان بمهاره قفشه كده او بتصويبات قفشه، كان اليو ديانج ده بقى نسخه مش ممكن، لعيب كوره متكامل. طبعا هو بس ينقص كمان ضربات الراس شويه. طبعا في لقطه كده بين سامي قمصان وكولر، اللقطه دي بألف كلمه يا جماعه. ليه اللقطه دي بألف كلمه؟ احنا مختلفين، احنا مختلفين، الحمد لله الحمد لله. في تفاهم ما بين الجهاز الفني، ما فيش سامي يقوم فكولر يقول له اقعد انت ما تتكلمش، انا ما بقولكش مش عارف ايه، لا، واضح ان في تفاهم الحمد لله، كل واحد عارف دوره، ما بنتخطاش دورنا، ما بنطمعش في حاجه، ما بيحصلش بينا نفسنا. لا، الاهلي بيلم دي على طول اداريا الاهلي، عشان بس ما حد يقول لك دكه البدلاء بتاعه الاهلي، غرفه ملابس الاهلي، لا، غرفه ملابس الاهلي ودكه البدلاء لا، الاهلي احترافي، عارف كل واحد عارف دوره. سامي قمصان راجل محترم، عارف دوره فين، لو الراجل استشاره في حاجه بيقول له وخلاص. زي ما قلت برده ماتش بيراميدز ممكن يكون سامي قمصان كان ليه دور. حته رامي ربيعه ان هو يلعب مكان محمد هاني ممكن تكون دي برضو كلام من سامي قمصان، قال لكولر خد بالك رامي ربيعه بيعرف يلعب في الجنب اليمين، فبيجربه. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان رامي ربيعه لو هنلعبه في الجنب اليمين، يبقى انت منتظر ايه؟ منتظر اداء يعني اقرب ان هو يكون دفاعي، اداء اقرب ان هو يكون دفاعي بالنسبه للجنب اليمين بتاعك. يعني مش هتروح كتير وتعمل عرضيات، ممكن تروح بس مش هتروح كتير تعمل عرضيات، زي فكره مثلا لما ايمن اشرف يلعب في الشمال. لو لعبت محمد عبد المنعم مكان رامي ربيعه، لا، يبقى انت منتظر ان هو اداء دفاعي بنسبه 100%، ما حدش هيروح ولا يعمل عرضيات ولا يعمل اي حاجه. مين اللي يقدر يعمل بقى الدور بتاع العرضيات اللي انت عاوزها ديت بس يكون شويه مقصر دفاعيا؟ هيبقى حسين الشحات، ممكن يلعب يمين ويعمل عرضيات خطيره ويعمل لك قلق ويعمل لك الاباندا، بس العرضيات هتبقى قليله، الدفاع يبقى قليل. محمد هاني ممكن الاداء يبقى متوازن ما بين الدفاع والهجوم. خالد عبد الفتاح هيبقى الاداء الدفاعي اتصور اكتر، ما اعتقدش خالد عبد الفتاح يقدر يعمل اللي بيعمله حسين الشحات او محمد هاني. عموما كلها تجارب. اخيرا صفقه يعقوبو يعني في غموض حواليها لحد دلوقتي، لحد ما انا بسجل دلوقتي في غموض حواليها. الاهلي خايف من حكايه الاصابه بتاع الرباط الصليبي. اتمنى ان الصفقه تتم، ان هو لعيب كويس، واتمنى يكون هو سليم. لو غير كده بقى يبقى لا، ندقق ونجيب حاجه كويسه. لو تسمعوني لحد هنا، انتوا اعظم جمهور اعظم نادي، صلوا على الحبيب، الدنيا تطيب.